مشاهدي النيل التعليم العالي، برحب بحضراتكم حلقه جديده من شباب واراء. النهارده معانا فقرات متنوعه. اول فقراتنا مع ايمان صابر، باحث ماجستير بكليه البنات قسم اجتماع شعبه اعلام جامعه عين شمس. برحب بيكي ايمان وسعداء بيكي جدا معانا. اهلا بحضرتك. النهارده يمكن لقائنا معاكي ايمان على التفوق الدراسي، والحقيقه الانشطه الكثيره جدا ما شاء الله اللي انت بتعمليها. نبدا معاكي كده ونقول يعني ابتديتي رحله التفوق الدراسي من قبل الجامعه ولا مع الجامعه؟ هو في البدايه انا كنت في الثانويه العامه طبعا علم رياضه، فكنت حابه ان انا ادخل هندسه. صريحه انت من الاول خالص يا ايمان، برافو عليكي. كنت حابه ادخل هندسه، فبعدين مجموعه يعني اجتماع اكيد بعيد. بعيد جدا، يعني بعيد جدا بكل صراحه كده، بعيد جدا. فدخلت، وبعدين جيت في الثانويه العامه طبعا المجموع ما جابش هندسه لازمه معينه، فبعدين دخلت كليه البنات. كانت من اختيار انا، مش كانت افتراض عليا ولا حاجه. من اختيارك انت، مش اختيار الاسره او اختيار مكتب التنسيق كده بصراحه؟ لا، مش مكتب التنسيق كمان. انا كان ليا اداب عين شمس وكان ليا اداب المنوفيه، بس انا اخترت كليه البنات كحاجه مختلفه، حاجه فريده من نوعها في المجتمع وكده. فدخلت كويس. كليه البنات. طبعا هندسه راحت، فبدور على حاجه اللي هو لغات، فلقيت فرنساوي. كنت مقفله الفرنساوي، بس ايه، لقيت من شروط التنسيق ان في الكليه الداخلي ان لازم تكوني خريجه لغات. فدي كانت عقبه اولى، يعني خارجه من صدمه الثانويه على صدمه جديده. صدمه جديده بالفعل. استني نقف يا ايمان، يعني صدمه، يعني مش صدمه، عقبه من العقبات انه مكتب التنسيق او الدرجات ما جابتش كليه الهندسه، جابت كليه البنات، بس الحمد لله يعني فيها جزء اختيارك. عقبه ثانيه وسن صغير جدا، 16 17 سنه صح، وانت لسه داخله الكليه، بعقبه ثانيه انه في شروط تنسيق داخلي للكليه وقفت قدام برضو طموح تاني. يبقى احنا كده اول طموح ما هتحققش وتاني طموح ما اتحققش. ما وقفتيش الحمد لله ايمان؟ ما وقفتش، لا. قلت خلاص طيب، انا كنت بحب الكتابه جدا من وانا صغيره، بكتب قصص وكده. شغلتي حاجه كانت مركونه على جنب كده ايمان، موهبه كانت موجوده على جنب وخدتيها بديل بقى جديد. قلت ان انا اطلعها اخرجها في ايه، طيب اعلام، بحيث ان الصحافه وكده. الواحد دي اكتر واحد واعي بنفسه، عارف هو عنده ايه، ممكن يكون راكنه، ممكن يكون شايله كده على جنب فتره من الفترات، لازم يحفز الحاجات دي ويطلعها في وقت من الاوقات لو احتاجها. بالظبط. وده انت عملتيه الحمد لله. عملته الحمد لله. كنت بتقري تنميه بشريه في الوقت ده يا ايمان؟ لا، يعني الحقيقه انت اللي انت عملتيه ده تطبيق عملي جدا. حتى انا كان ليا كليات اعلى من اداب وكده، اللي هي تربيه وتجاره، بس انا لا، قلت لا، يعني مش حابه حاجه هتبعدني خالص، اللي هو مش هقدر ان انا حتى لو اديت فيها هتبقى مجرد شهاده مركونه، مش هشتغل بيها بعد كده. كويس يعني ما شاء الله. شغلتي حاسه الكتابه، الابداع والكتابه. فبعدين قلت خلاص عاوزه ادخل اعلام. قالوا لي لا، انت لازم تدخلي اجتماع، بعدين تدرسي سنتين اجتماع عشان ده انت مستقصدني. لا بصي ايمان، عماله اقول يعني عندنا ثانويه عامه وعندنا التنسيق بتاع فرنساوي وعندنا التنسيق بتاع اجتماع، كفايه صح؟ مش كفايه خلاص. فبعدين قلت خلاص مفيش مشكله. قعدت السنتين بتوع اجتماع دول، اللي هو ايه، اول سنه رتبت على الدفعه، وبعدين قلت ايه، لا هو انا هدفي ان انا عاوزه ادخل اعلام وكده. فخلص ان انا هركز على المواد اللي هي هتدخلني اعلام والانترفيو كده. كان عندي برضو عقبه قبل كده في موضوع الانترفيو، كنت دخلت انترفيو قبل كده خارج الجامعه وما كنتش نجحت فيها. فبعدين ده احلى حاجه اللي بتقوليها دلوقتي ما شاء الله. يعني انا عمال بيواجهني عقبات وانا سني صغير، يعني سنك 17 18 19، والعقبات شغاله شغاله شغاله، لكن الانسان الصح بقى هو اللي بياخد العقبات دي ويتخطاها تحافز ليه ويحطها. يعني في كتير من برضه تنميه بشريه بتقول لك العقبه دي بتقفي عليها وتعليكي اكتر، مش يعني بتقفي فيها حاجه تعليكي، مش حاجه بتنزلك او بتوقفك. تتخطيها بانك تقفي فوقها وتعديها. اصل انا لو وقفت مش هقدر، لو وقفت وخلاص مكاني فمش هقدر ان انا اعمل حاجه. طبعا. طب ليه ما افكرش في حاجه خطوه جديده؟ واعتقد ان انا يعني السن قدامي والوقت قدامي والعمر قدامي ان انفذ كل حاجه يعني. بالظبط. فدخلت الانترفيو بتاعه الشعبه. يعني انا كنت متخوفه جدا، فقعدت اعد نفسي ليها من قبلها. فيوم الانترفيو ده كان يوم غريب شويه، اللي هو كل اصحابي خايفين وكده، انا عندي لا مبالاه فظيعه، اللي هو عادي، جت ما جاتش بقى يعني. فدخلت الانترفيو، فبعدها دكتور الهام قالت لي ان انت اعلى درجه في الانترفيو في الشعبه يعني. ما شاء الله ما شاء الله يعني. فبعدين دخلت اعلام. كانت اسئله صعبه يا ايمان، برضو شباب زيك يمكن ان شاء الله يحبوا ياخدوكي قدوه ليهم. هي يعني لازم يكونوا مركزين على ايه وهم داخلين شغل الانترفيو. هي مش صعبه، بس اللي فادني فيها ان انا وانا في اولى وثانيه ما اقتصرتش بس على الدراسه. انا بدرس اجتماع، طب انا اساسا هدفي اعلام، فبدات ان انا انزل تدريب في المواقع والجرايد وكده، بحيث ان انا ااهل نفسي ان انا ادخل اعلام. فكانت شيء جميل. شوفي يعني انت كده بتقولي كلام صح جدا برضو يا ايمان. الواحد في الكليه
يعني في الكليات اللي فيها قسم معين محتاج متطلبات معينه، ما استناش لما ادخل القسم الاول وبعدين ابقى ادور على المتطلبات، ودورتي على متطلبات القسم قبل ما تدخليه. بالظبط، لازم اطور. وكان في توفيق الحمد لله من ربنا، توفقي بين الدراسه والشغل ايمان. بالظبط، وكنت بنزل كمان في الاجازه، يعني انا مثلا ساكنه ساكنه في المنوفيه، كان تدريب هنا في القاهره، لا كنت بنزل عادي مع يعني من المنوفيه للقاهره تدربي كل يوم. يمكن في شاب الجريده جنبه يعني مش عاوز ينسى، مش عايز ينسى. ربنا يوفقك. دي البنات والاصرار بتاع البنات يا ايمان، برافو عليك. فدخلت الانترفيو كده، فكانت حاجه مهمه، كان في درجه 25 درجه على فكره المهارات والتدريب، فانا كنت واخده نسخ بقى من الجرايد اللي اتنشر لي فيها مواضيع وعليها اسمي وكده، فالدكاتره فرحوا بيها جدا. داخله باللي انتوا هتعلموه لي خلال السنتين الجايين حضراتكم، هتعلموني صحافه، انا حضراتكم اسمي الحمد لله موجود وكده. فالحمد لله يعني دي داخله في حد ذاتها على الانترفيو. فانا مهمه بقول لكل البنات اللي هي عندنا في الكليه وحابه انت تدخلي شعبة اعلام، فبجد انت ابدأي من سنه اولى، ابدأي تشتغلي على هدفك، طوري ذاتك، طبعا ما تقتصريش بس على مواد الدراسه. ربنا يوفقك يا ايمان، ومش عارفه مقتنعه بيكي جدا يا ايمان، ربنا يوفقك ان انت يعني ما شاء الله عليكي، لا يعني فعلا من النماذج اللي يعني فيها تفوق دراسي وفيها تفوق الحمد لله على مشكلات وعقبات الحياه. ربنا يوفقك بجد، وتبقي متصالحه كده دايما مع نفسك يا ايمان، ما شاء الله. طيب خلصتي المرحله دي يا ايمان ودخلتي بقى القسم، الحمد لله لقيتي الدراسه اللي انت كنت بتدوري عليها بعد عصره هندسه وعدم التوفيق فيها وبرده الوقوف قدام قسم فرنساوي بعدين قسم اجتماع، وصلتي الاعلام الحمد لله. وصلت الاعلام. لقيتي الدراسه هي اللي انت بتدوري عليه؟ هو نص ونص، 50% 50%. فاهميني يا ايمان، وده راي مهم شباب الاساتذه ان شاء الله ممكن ياخدوا بكلامك. يعني هو بالنسبه لدراسه اعلام، هو بالنسبه للكليه عندنا الجزء العملي مرهق جدا، ولكن استفدنا منه كتير. يعني مثلا احنا كنا دايما العملي بتاع اعلام صعب. اذاعه وصحافه، احنا كمان على اختلاف كله. بناخد كله، اذاعه وصحافه وتلفزيون وكل شعب. بتاخدوا عملي كل قسم؟ كل قسم فعلا. ده تميز. في اعلام القاهره موضوع مختلف، العملي على القسم بس. لا احنا كنا بنتدرب في كله، بننزل نشتغل ميداني، كل ده فادنا كتير جدا على قد ما هو كان مرهق، وده الجانب الايجابي. الجانب السلبي اللي هو فكره برضو بعض الاساتذه ان هم بيعتمدوا على النظري اكتر، اللي على هو كتاب الجامعه بس، الكتاب بس. طب انا عاوزه اطبق ده، فكانت نظريات وكده. بس في بعض المواد في اعلام هي في حد ذاتها نظريات او حاجات زي كده، بتبقى نظريات الاعلام نظريات الاعلاميه او كده، بتبقى هي مواد، يعني هي نفس المواد، بس الطالب علشان يبقى مؤهل لسوق العمل مش محتاج النظري قد ما هو محتاج العمل. بس والله بيديله رؤيه مختلفه. يعني الحقيقه فكره مثلا انك تدرسي نظريه اعلام وتطبقيها على الدراما مثلا، على برامج معينه، على كده، ما هو نظريه الاجنده، نظريه ترتيب الاولويات، استخدامات واشباعات، الحاجات دي لما بتدرسيها بشكلها الجامد، فكري فيها بشكلها التطبيقي، بتلاقيها يعني الحقيقه ممكن تديكي رؤيه اوسع كطالب. الفكره ان هو ما بيبقاش فيه تطبيق بشكل كامل. هقول لك انا بقى دي الطالب بالحقيقه المفروض يبحث على رسائل الماجستير والدكتوراه مثلا اللي طبقت الاستخدامات والاشباعات، او طبقت الاجنده، او طبقت ترتيب. هو ده اللي احنا بنعمله في الماجستير دلوقتي، بتعملوه في الماجستير. هو مفترض والله الطالب لو حابب يدي نفسه بعد زي ما انت بتقولي، هو يشتغل على نفسه وعايز يدي نفسه بعد للماده النظريه الجافه بتاعه اعلام، هو المفروض يشوف تطبيقها كان ايه، تطبيقها يعني الاكبر في رسائل الماجستير والدكتوراه بالظبط. يعني الحقيقه بس يعني نتمنى بجد ان كلامك ده برضو يعني يبقى ليه صدى عند الاساتذه، هم يوجهوكوا انه ممكن تقروا ايه، او ممكن برضو ما حدش يوجهك انه النظريات يعني افضل شيء ليها انك تشوفي تطبيقها كان ازاي. طيب خلصتي المرحله دي، كانت صعبه؟ مرحله صعبه. هي كانت مرحله صعبه، بس استفدت منها كتير جدا يعني كشخصيه، ان هي طورت فيا كتير. تدريس الاعلام والحقيقه مناهج الاعلام فعلا بتوسع المدارك بشكل كبير جدا، يعني اللي ما يؤمنش بدي برضو يبقى عنده مشكله. صح؟ بالظبط. على فكره هو فكره دراستك للاعلام انت بتبقي فاهمه يعني المقصود من الرساله اللي ورا الرساله قبل ما تكوني فاهمه الرساله. انت مش مشاهد عادي. يعني دراسه الاعلام مش سهله على فكره، اللي بيقول انها دراسه لا هي مش سهله، بس هي في نفس الوقت مفيده. اللي هو انت بتبقي قاعده قدام التلفزيون، انت مش بتتفرجي كمشاهد، انت مش زيك زي المشاهد العادي. أيوة انت فاهمه الطبخه دي معموله ازاي. جبتي كده من الاخر يا ايمان. يعني طالب اعلام واعي كويس قوي الرساله الصادقه من الرساله المزيفه، من الرساله اللي عايزه تقول حاجه من وراء الكلام، فاهم كل حاجه كويس، فما حدش يضحك على طالب اعلام ابدا. بالظبط. خلصتي ودخلتي تمهيدي، ايه اللي خلاكي تاخدي سلك الدراسات العليا يا ايمان؟ هو انا ليا يعني المفروض ان انا ليا هدف كبير، ربنا يوفقك ان شاء الله. فانا لازم في التسلسل بتاع الوصول للهدف. ايه هدفك الكبير يا ايمان؟ هنكشفه اهو قدام الساده المشاهدين ان شاء الله. وزيره الاعلام
وزيره الاعلام ان شاء الله. تمام، ربنا يوفقك. بس هي وزاره الاعلام اتلغت، يعني كانت اخر ترجع. وزاره ده من حوالي 3 سنين وبعدها ما فيش. ما هي ان شاء الله ترجع تاني او تبقى الهيئه، وان شاء الله يبقى انا مسؤول عن الاعلام في مصر. بصي يا ايمان هايله، يعني ما شاء الله انت ده هدفك ويحترم جدا ويقدر، وبتشتغلي بس عليه، بتشتغلي عليه من سلك بدايه اشتغالك عليه، انك تشتغلي في الدراسات العليا. ان انا ابدا دراسات عليا. طبعا مش فيش وزير او ما فيش مسؤول مش اكاديمي برضو، يعني المفروض ان انت يكون معاك ما يؤهلك لده. في نفس الوقت ان انا بشتغل على تطوير ذاتي جدا بالنسبه للمشاركه شايفه انه المسؤول لازم يكون عنده قدر كافي من المعلومات والخبرات من الخبره العلميه، مش بس الخبره العمليه في الحياه، لكن لازم يكون برضه مؤهل بسلاح كويس جدا من العلم. لازم يكون في تكافؤ، لازم انت على قدر علمك على قدر خبرتك، يعني طبعا ما يبقاش جانب قليل عن جانب. رائع يا ايمان. تمام. فشغاله في الدراسات العليا دلوقتي، سجلتي رساله ولا لسه؟ لا لسه. بس ربنا يوفقك ان شاء الله. بس عديتي التمهيدي برضو سنه صعبه طبعا. لسه في، لا انا لسه في التمهيدي علشان انا خريجه 2016. تمام، ربنا يوفقك يا ايمان ان شاء الله. طب انت شغاله كمان عملي، يعني بتشتغلي في جرايد او بتشتغلي في مواقع او كده؟ وانا بتدرب في جريده الجمهوريه، بقى لي سنه ونص موجوده هناك بتعلم برضو. موجوده في القناه برضو فضائيه اللي هو تحت التدريب. تمام. انت ده صورك يا ايمان؟ معلش دي صور ليكي. ده كان في الملتقى الاعلامي الاول بجامعه جنوب الوادي، كنا بنمثل جامعه عين شمس. وده كانت ندوه عندنا في القريه هناك، كنت بعمل توعيه. كانت الندوه دي قريبه توعيه عن المحليات وان ازاي الشباب تشارك في المحليات. انت في المجلس الحي تقريبا يا ايمان، مش كده؟ انا كنت في النموذج المحاكاه اللي وزاره الشباب كانت عاملاه عن المحليات، كنت ماسكه لجنه التعليم بمحافظه المنوفيه. وده كان في اسبوع شباب المدن بجامعه كفر الشيخ، كنت بمثل المدن الجامعيه في جامعه عين شمس. دي المجله اللي احنا كنا عاملينها عن الجامعه. ودي كان اثناء حوار صحفي مع مدير فني نادي المقاولين. وده كنت بقدم لوزير الثقافه الدرع بتاع الكليه في اثناء مؤتمر الكليه. وده كانت ندوه تبع احدى منظمات المجتمع المدني عن هي تستطيع في مجال المراه. ده كان حمله المصريون متحدون مع التراث، دي كانت تبع اليونسكو، كان حاضر فيها الفنانه ليلى علوي. ودي احدى الندوات في الكليه كانت عن التحرش. ممتاز. العقيد نشوى. دي كانت مسابقه المراه مسيطره برضو، عيب عليك. دي مسابقه الطالبه المثاليه عندنا في الكليه، كنت بمثل الشعبه فيها. ودي كنت بشجع مصر في كرة اليد، نهائي كرة اليد اللي كان موجود في مصر هنا. الحمد لله خدوا البطولة. وش حلو عليهم يا ايمان. ربنا يخليك. وده كان في معرض الكتاب السنة اللي فاتت. ودي برضو كانت مع رئيس جامعة جنوب الوادي، لا جامعة جامعة كفر الشيخ. ودي كانت انا هنا في دورة تأهيل الشباب للمحليات. كنت انا بمثل رئيس المجلس، اهو كنا بنعمل نموذج، فانا كنت اختاروني رئيس المجلس المحلي للمحافظه. دي برضو في البرنامج. دي كنت في ملتقى التوظيف في كليه البنات عندنا، كنت بقول كلمه بقى للطالبات اللي هم لسه مستجدات، يعني مسيطره انت يا ايمان ما شاء الله. ربنا يخليك. طيب الحقيقه اللي احنا شفناه ده التسلسل ده يا ايمان ما شاء الله، احاديث صحفيه موجوده مع، يعني خلاص المرحله اللي هي بتشتغلي عملي خلاص عديتي فيها مراحل. لفت نظري بس تتكلمي على توعيه في القريه. التوعيه في القريه دي، يعني الحقيقه انت نموذج كده يا ايمان ما شاء الله، يعني يحتذى بيك جدا جدا جدا. ما سبتيش علمك اللي انت خدتيه في الكليه ولا المعلومات اللي بقت متوفره عندك، وفكره التنوير بشكل عام، العلم بينور جامد، انك ترجعي للقريه وتتعاملي. كنت عامله له ندوه عن ايه، او بشكل عام تشتغلي معاهم ازاي؟ هو كنت واخده برنامج تاهيل الشباب للمحليات تبع وزاره التضامن الاجتماعي والتنميه المحليه ووزاره الشباب والرياضه، وده برنامج قوي جدا ان هو ازاي يأهل الشباب ان هي تشارك. انت اللي تواصلتي مع الوزارات يا ايمان وهو تواصلوا معاكي؟ هو تم الاعلان عن البرنامج، فانا قدمت فيه واخدته. متابعه انت يا ايمان البرامج النوعيه دي من البرامج اللي ممكن تخليكي تساعدي الناس؟ طبعا، يعني كويس. المفروض ان هو برنامج تاهيلي للشباب، فلازم ان انا اشارك فيه. عملت الندوه ديت ان انا بتاهلي شباب القريه، ان انا اوعيكم يعني ايه. انا اخدت الدوره دي وعرفت يعني ايه محليات وليه، واهميه مشاركه الشباب فيها، ودورك انت خدتي دوره مع الوزاره، وزاره التضامن ووزاره الشباب.
اخدت معاكي. بعد ما خدتي الدوره جهودك انت الشخصيه ولا الوزاره قالت لك لازم تعملي دوره؟ لا، دي جهودي الشخصيه لاهل القريه. هي ده اللي انا بسالك عليه، انك انت ما بتسيبيش العلم اللي بتاخديه يا ايمان ما يوصلش للناس اللي حواليكي او الناس اللي انت مهتمه بامرهم. لازم ان انا اوعيهم. اخدت في البرنامج التاهيلي ده ان انت ازاي اهميه المحليات، ايه اصلا المجلس الشعبي المحلي، وان هو القاعده الاساسيه اساسا للدوله عموما هو بدايه المحليات. طيب في تعاون الحقيقه، حسيتي ان في تعاون لما بداتي تنظمي للندوه كده؟ اهل القريه او المجلس المحلي للقريه متعاون معاكي؟ بصراحه المراه مسيطره يعني في مسيطره جدا جدا الحمد لله. الناس حتى كمان بدات تفهم يعني ايه محليات. طب ماشي احنا عايزين نشارك، طب قولوا لنا الانتخابات امتى، قولوا لنا قبلها علشان ان احنا نشارك وكده. ده اللي احنا عايزينه والله يا ايمان. عايزين الشباب والشابات اللي عندهم علم يعني مش ما يحتفظوش بيه، يحاولوا ان هم يوصلوا للي حواليهم بجد. لو تخيلي كل واحد على قد مجتمعه وهو بدا يعمل ده بالظبط، اعتقد ان مصر هتختلف تماما يعني. طيب برضو من الشغل ده يا ايمان بعض التوعيه للطلاب الجدد، تمثيل لجامعه عين شمس في اكتر من حاجه، طب ده برضو ازاي بيجي؟ ده من خلال اشتراكي في الانشطه في الكليه الاول، بعدين اللي هو يعني شايفينك انت بتشاركي وعندك مهاره في حاجه معينه، فبداوا ان هم تشاركي كمان تبع الجامعه في حاجه اسمها رعايه شباب في كل كليه وفي كل جامعه. لازم عايزين نقول الشباب عليها والله يعني انت مش دورك بس متلقي في الكليه ان انت جاي رايح تاخد ماده علميه بس، المفروض يبقى ليك دور تشارك. النشاط ده على فكره بيدي الطلاب دفعه قويه جدا، ان هو ان انت بيشجعك ان انت مش رايح الكليه بس علشان ان انت تاخد محاضرات بس والتنشنه بقى، واللي هو رايح الدكتور ده هيرخم عليا او مثلا انا مش حابب المحاضره دي او مش هحضر المحاضره. لا، النشاط ده بيخليك يبقى عندك دافع اكتر ان انت تروح للكليه اساسا وتاخد المحاضره. في الكليات بشكل عام انت اتكلمتي عن رعايه الشباب، يعني فرصه طيبه جدا لكل شاب وشابه في كليه انها تستغل الكليه دي في انها تحصل على نشاط معين، دورات معينه اعتقد بتبقى اسعارها رمزيه او احيانا مجانا، حاجات كتيره قوي مثلا الشباب ممكن تاخدها في الكليه لو حاولت تاخدها بره بعد كده هتبقى باسعار غاليه جدا، وكمان هتبقى ابتدت متاخر. يعني فكره ان انت ما ينفعش تخرج بسوق العمل بالماده الاكاديميه وبس، صح؟ يعني عايزين نفهمها لهم دي يا ايمان. فكره دور رعايه الشباب كمان في الكليه اللي هو انشطه كتير زي حضرتك ما بتقولي، ان هو يعني باسعار رمزيه، انشطه كتير مثلا في جيم، في حمام سباحه. طب انا لما حد بيسمع عن حمام السباحه ده عندنا في الكليه، في ناس من بره الكليه ففي ناس من بره بتيجي تتدرب. طب ليه انا اساسا الله على الكليه دي، ايه الكليه الحلوه اللي فيها حمام سباحه دي؟ لا احنا مميزين عشان كليه بنات. لا مش عشان كده بس، هو الموجود فيها يعني. انتوا عندكم قسم تربيه رياضيه او حاجه ولا لا؟ لا عندكم حمام سباحه ليه واحنا ما عندناش؟ احنا في اعلام القاهره ما ينفعش كده. فدي حاجه مميزه شويه لكليه البنات. فطب انا ليه في الكليه ليه ما استفدتش؟ الشباب والشابات الشابات بيستخدموه في الكليه بالظبط، بيبقى في تمرين ليهم باجر رمزي وكمان تمرين اللي عايز كمان يتعلم، اللي عاوز يتعلم ما هو تمرينه باجر رمزي. الكليه الحلوه دي حتى كمان يعني انا بقول للبنات كل البنات اللي في الكليه تروحوا وتتدربوا، لان انا بعد ما خلاص بقيت دراسات عليا فطبعا الدعم بيتشال عن الدراسات العليا فبتبقى التمرين صعب وكده يعني. طبعا ده حلو قوي والله، كليه جميله جدا. طيب انت الحمد لله يا ايمان واضح ما شاء الله انك راسمه الطريق، وقلت لنا انك انت خلاص طموحك يعني وزاره الاعلام ان شاء الله، يعني اول هيئه انك انت شايفه نفسك فيها وماشيه في خطواتك، حاسه الحمد لله الخطوات الحمد لله لحد دلوقتي ثابته وناجحه؟ هي الحمد لله بشكل كويس، يعني ان انا ماشيه فيها، اللي هو اي عقبه بتقابلني ببدا ان انا اتخطاها بشكل حتى لو كان في صعوبه شويه، بس اللي هو بتعدي. وفي نفس الوقت اللي هو زي ما حضرتك بتقولي ان انا مثلا يعني انا دلوقتي 22 سنه برضو شغاله، اللي هو ما عنديش احباط يعني الحمد لله. الحمد لله، ربنا يوفقك وتتصالحي اكتر واكتر مع نفسك يا ايمان، واحنا بجد نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى نشوفك في المنصب اللي انت بتتمنيه، لانك الحمد لله يعني ما شاء الله عارفه خطواتك كويس جدا ما شاء الله. ربنا يوفقك يا ايمان، وبنهنيكي على تصالحك مع نفسك وعلى تفوقك الحقيقه. ربنا يخليك، انا سعيده كنت مع حضرتك النهارده. انا بشكرك جدا حبيبتي، ربنا يخليك، بالتوفيق ان شاء الله. وبنقف مع حضراتكم مشاهدينا الكرام وفاصل سريع، وبعد الفاصل بنكمل فقرات برنامجكم شباب قارة.